في مخازن، ما هو يا سكن اطباء يا مخازن، يا يبقى شؤون عاملين يا يبقى سكن اطباء، يا يبقى مكاتب اداريه يا يبقى سكن اطباء، حاجه واحده. وبعدين سكن اطباء المستشفى اصلا ما فيهاش مبنى اداري، مفيش مكان يا باشا. انزل تحت، هو عنده تحت، هو عنده تحت، هو عارف ان الكلام ده لازم يبقى تحت. ببساطه شديده جدا انت عندك هنا سكن للاطباء النواب، لكن ما عندكش سكن للاخصائيين او استشاريين. يعني انا لو تعاقدت لك مع استشاريين مش هقدر اجيبهم، انت ما عندكش جراحه مخ واعصاب، وما عندكش جراحه عظام، وما عندكش جراحه اوعيه دمويه، 3 تخصصات بتوع الحوادث اللي بتقول سياده النائب عليه. انت مستشفى بلا عمل، مستشفى طويله عريضه، ال3 تخصصات اللي المفروض المستشفى دي بتشيلهم مش موجودين. لو انا جبت لك ناس اقعدهم فين؟ تحت مع غسالة بس كده، على واحد ومفيش بينهم فاصل. احنا مش في فرنسا، احنا في مصر على طول كده. ماشي. تمريض بيبات هنا، المفروض الممرضه ما بتباتش. معلش دقيقه واحده، الممرضه ما بتباتش. الممرضه ما بتباتش. الممرضه لا يا استاذي انت مدعي راجل اداري. انا فني، ده مفيش ممرضه بتبات. الممرضات بيقعدوا في الكاونتر بيخلصوا شغلهم ويروحوا. مفيش ممرضه بتبات. حاطينها اوضه ليها ليه؟ اوضتين. مفيش حاجه اسمها كده عندنا. مفيش عندنا حاجه اسمها فنيين ولا معمل بيقعدوا في سكن. يجي بيقعد شفتات ويروح. كل ده يتفرج معانا. سعادة الباشا. لو سمحت. جيب 150 جيب 56 جيب 50 لسه جاوب انا عايزين معناش والله العظيم، والله العظيم ما معايا. قالوا يعني تجيب الشرايح والمصاريف. ليه؟ عشان نعمل العمليه. ليه يا حبيبي؟ في حاجه اسمها، بص يا حبيبي، دي حاجه من اثنين. ما هو انت تامين صحي بيبقى علاجك على التامين، يعني انت علاجك على نفقه الدوله يبقى علاجك على نفقه الدوله. هنا المستشفى دي بتاخد تامين بتاخد نفقه الدوله، ما حدش من جيبه. مفيش حاجه اسمها، بص يا بابا انا استاذ عظام، العظم ما بيموتش. يعني عملتها بعد يوم، بعد اسبوع، بعد 10 ايام مش هيجرى له حاجه، وهم يجيبوا لك الشرايح. والله حرام. هو دكتور باسم ما انا اقول عيانه معينه ويطلعوا اهلها يشتم اهلها ويقول لهم كذا عشان انا موضوع خلوا الدكتور ده بيقول ما هو نعمل ايه؟ بص يا دكتور، محمد محترم جدا. بص يا دكتور، مش محترم يبهدل الناس. مفيش دكتور بيشتم الناس. اما هم الناس دول بيتبالوا عليه؟ يعني بيكذبوا؟ يا فندم ما تقولش يكذبوا، انت ما تقولش يكذبوا. مفيش دكتور معلش بعد اذن عليك قدام الوزير ما تقولش ان المريض بيكذب. لا ما يكذبش. بص يا حبيبي، دقيقه واحده بس، انا دكتور بس دكتور